ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ مساء الخير او صباح الخير على حسب ما الفيديو ده هينزل وانتي هتشوفيني. بصوا بقى، انتوا عارفين رمضان والسحور والفطار والمواعين، وفجأة كده على غفلة تلاقي مفيش صابون عندك في البيت. الصابون اللي هو ايه؟ اللي هو الصابون السائل اللي بيبقى بتاع المنظفات اللي بنغسل فيه الطباق او الصحون، على حسب ما انت ايه هتعرفي انا بتكلم على ايه. جايبالك طريقة سهلة خالص، ممكن انت تكوني شفتي الصابون البلدي اللي عملناه قبل كده، ولو ما شفتهوش ارجعي تاني للقناة شوفيها. انا عملت المقدمة بعد ما صورت الفيديو بصراحة، عشان كنت عند ماما كده وقالت لي لا قومي كده عايزه اعمل صابون فوارد كتير ان يجي يوم ما عندناش صابون، ما عندناش اطفال تنزل تجيب لنا، اي ظروف حصلت لنا في اي مكان كده. الصابونه البلدي دي مش هتستغني عنها، هتلاقيها في محل المنظفات. لو عايزه طريقتها سهله جدا هتقدري تعمليها في البيت وبتنشف على طول، ما بتقعدش يوم والتاني. هي ما بتكملش 3 4 ساعات وهتلاقيها نشفت معاكي، فهتقدري ان انت تعمليها وتخليها في البيت تعملي بيها الوصفات دي. وعملنا اللهلوبه وعملنا كمان كذا وصفه، ممكن تقدري ترجعي للفيديوهات تاني وهتلاقيها كلها موجوده، وانا بقدمها لك باسهل طريقه، ما بصعبهاش عليكي وبقول لك هاتي وهاتي وهاتي. يعني انا بقدم لكم الفيديو باسهل طريقه ممكن ست البيت او البنوته الشطوره تقوم تعملها. ما عندك الصابونه هتقدري ان انت تقومي تعملي، ما بجيبلكيش مكونات واسامي كده مكلكعه وملخبطه وتقفلي وتقولي لا خلاص مش هعملها انا هشتريها جاهزه. هو طبعا الصابون مش غالي، بس انا بكلمك في وقت ان انت ما تكونيش فيه، يعني ما فيش حد يجيبلك، او وقت متاخر، او ان انت مضطره ان انت عايزه صابونه هتقومي تعمليه بنفسك وباسهل طريقه. هتعجبكم اول فيديو ده، يا ريت تشوفوه وتكملوا لاخره، واللايك بتاعكم والكومنت والدعوه الحلوه. ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي يا ريت تشتركي فيها، عشان ده بيفرحني طبعا وجودكم جنبي، وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم اي حاجه انا بقدمها. كملوا الفيديو للاخر وكملوا فيديوهاتي كلها وان شاء الله هتعجبكم. وزي ما قلت لكم انا بقدم لكم اسهل طريقه باقل مكونات هتكون موجوده في بيتك، مش اكتر ولا اقل. في ناس كتير غيري يعني الوصفه دي ماما واخداها من ناس تانية، بس هي قبل ما بتقولي اصورها بتكون جربتها مرة واتنين وتلاتة. وزي ما انتوا عارفين ان ماما ما عندهاش حد يجيب لها، يعني غير لما انا بروح او اخويا بيبقى في شغله، لما بنبقى موجودين حد بينزل يجيب لها، غير كده ممكن تصادف في الظروف ما فيش حد. اكتريتنا يعني اكتريتنا امهاتهم كده برضو في البيت، فخصوصا ان احنا بنقوم نعمل اي حاجة وبتكون سهلة وجربناها قبل كده. قبل ما اطلع اتكلم عليها اكون انا مجرباها مرة واتنين. يلا يا بنات تابعوا الفيديو وشوفوا لاخره كده وقولوا لي ايه رايكم فيه. ولو عجبكم دعوه حلوه كده لماما، ربنا يخليها لنا ويطول في عمرها هي وبابا ويخليهم ليا وما اشوفش فيهم اي حاجه وحشه في ايام رمضان المفترجه دي. وطبعا كلنا عارفين ايه مواعين رمضان وسحور رمضان والحاجات دي كلها سهله، واي طريقه انا هقدمها لكم سهله عشان تعجبكم. يلا بقى نخش على الفيديو. انا كده كنت مصوره لكم مقطع من غير ما اقول لكم التفاصيل، هتشوفوا المقطع التاني كله بتفاصيله بكل حاجه، وماما هي اللي هتشرحها لكم مش انا. قبل اي حاجه يا بنات ما تضربوش بالمضرب، عشان هغلط غلطه اقول لكم اضربوه بالمضرب، بس المضرب هيعملوا اللي هو الريم الكتير اللي على الوش ده، واحنا مش محتاجينه، ان احنا عايزينه صابون سائل، وهيبقى الصابون الاصفر زي اللي بنجيبه من المحلات كده عادي. بس احنا كده عندنا حته صابونه بلدي بشرناها تمام. الصابون البلدي اللي انت كنت بتعمليه قبل كده. هنعمل بقى ايه؟ حب الصابون سائل عشان انا ما عنديش صابون سائل، فقلت ايه بسرعه كده الحق اعمل صابون سائل، عشان تعرفين ايه عندي مواعين السحور وانا ما بحبش اخلي مواعين تاني يوم، بس ما عنديش صابون سائل. ومفيش حد ينزل يجيب لها دلوقتي، يعني استحاله دلوقتي، وماما ما بتحبش تبيت المواعين. فدي حته صابون بلدي هنحط عليها لتر ميه مغليه، لتر ميه مغليه. يعني الحته دي قد ايه؟ زي اللي انت كنت مقطعه ليها كده، قطعه الصابون البلدي. لو انت مش عارفه الطريقه ممكن تخشي وتشوفيها، هتلاقيها في الفيديوهات عندي، ولو انت عارفاها اعمليها، ومش عايزه تتعبي نفسك هتلاقيها عند بتاع الصابون البلدي بتاع زمان اللي كنا بنغسل بيه. هنحط عليه لتر ميه سخنه، حسب الميه، لتر ميه سخنه مغليه، تكوني غاليه كده بنفس طريقه الدخان اللي طالعه دي. بالكاتل بقى بتاعك بيبقى سخن كده يكون بيغلي، حطي ازازه مليها ميه وحطي في الكاتل لتر. بص هنقعد ندوب جامد لغايه ايه لما تدوب. بصوا هندوبه بقى كده بالطريقه دي، هنفضل بالمعلقه، او لو كان المضرب كان هيبقى اسهل نفضل بالمعلقه كده نضرب بيها. امي معترضه على المضرب فبتقولك هو بيدوب على طول. ايوه مش المضرب، احنا مش ده هي المعلقه عشان تدوبيها، لكن المضرب هتعلي رغوه، انا مش عايزه رغوه. ماشي تمام. فهمتي؟ عشان لسه الرغوه بتقعد لازم بتسيبها شويه عشان تهدى.
بصوا يا جماعه المعلقه والطبق ده يعني ده صابون اللي هيتغسل بيه المواعين، ما هوش حاجه. في حاجات ما ينفعش اللي هي بنستخدم فيها اللي هو البطاطس والحاجات دي، فبنقول دي ليها حاجات معينه، بس ده الصابون اللي هو بتاع المواعين عادي، وهصبن بيه المواعين عادي برضه طبعا. فده كده كده الطبق هيتصبن بيه بالمعلقه، هتتصبن بيها، فما تقلقوش. لكن الحاجات اللي هي مش هتنفع بقول لكم ان الحاجات دي موجوده للمنظفات بس. هي لا معلقه الخشب عندنا دي بتاعت فطبعا ايه عشان احنا بنصور من الحاجات دي كتير، ففي حله، في معلقه، في ازايز، في كوبايه، الحاجات دي معروفه للمنظفات، فدي على جنب كده وما بنستخدمهاش. الحاجات اللي هتنفع تستخدم تاني بنستخدمها، وزي ما انتم شايفين كده تفضل تقلب فيها. وهي قالت المضرب لا، هو بيدوب على طول عشان المضرب هيعلي الرغوه، وهي مش عايزه رغوه، مش عايزين رغوه. فانت بقى كست بيت عندك الصابونه دي عاملاها بنفس الطريقه بتاعت ماما، مش عاملاها وجايباها من عند بتاع الصابون جاهزه كده من المنظفات، من محل المنظفات. هتجيبي مبشره وتبشريها خالص، وتحطي لتر ميه يكون سخن، يعني يكون مغلي وسخن، وهتنزليه عليها وهتدوبيه. في وقت متاخر كتير مننا بيتفاجئ ان مثلا انا كنت جايبه كميه صابون واتفاجئت ان خلاص ما بقاش فيه صابون. في وقت مثلا عندي مواعين، عندي حاجه، فاروح على طول الحته دي ابشرها واعمل بيه صابون. فدي طريقه اهي كده سهله، بس ماما قالت ايه متحبش تشيل عنكم معلومه، قالت برضو توريها لكم ان هي عملت بيها اللهلوبه وعملت الصابون وعملت العجينه وعملت كذا حاجه وصورتها معاكم، تقدروا ان انتوا ترجعوا تاني للقناه. وانا طبعا ماشيه معاكم خطوه خطوه، انا مش عايزه اجري الفيديو اللي لسه بيعمل الحاجات دي جديده، لسه واحده عروسه مبتدئه، ولسه واحده المعلومه مش يعني بتفيدها، لكن في حاجات انتوا عارفينها كذا مره فممكن اجري معاكم الفيديو. الحاجات اللي انتوا ما تعرفوهاش بنعملها. ماما قالت لي ايه افصلي الكاميرا عشان بس ما اضايقكمش، وهتدوبوا حبه وبعد كده هرجع اكمل معاكم تاني. فانا هفصل عشان ما تزهقوش، وبعد كده هرجع اوريكم النتيجه في الاخر. بصوا كده بقى هو بدأ ان هو يتقل، هنسيبه لغاية ما يبرد. يعني احنا لازم ندوبه بلتر مية سخن مغلي ونسيبها لغاية ما تبرد، وهي فعلا ما بتاخدش وقت في الدوبين. وبلاش مضرب عشان شايفين الرغوة دي من المعلقة، يعني لو مضرب هيبقى الرغوة كبيرة، فهي على قد ما بتقدر تلمها. بصوا بيبقى لونه اصفر كده. طبعا انا كذا مره بقول لكم هي قبل ما امي بتبقى مطلعه الحاجه تصورها لكم بتبقى جربتها مره واثنين وثلاثه، وهي بتاعه الاختراعات، فجربوها مش هتخسروا. يعني اللي جايب الصابون او اللي عاملها هيقدر يجربها عادي. طبعا هنسيبه لغايه ما يلف ويتقل، هي كده مش هتقلبه تاني، هي هسيبه شويه يبرد. بس ابتدي قوامه ابتدى ايه يتقل شويه اهو بصوا بدا يتقل معاها اهو، بس هو لسه سخن عكس ما هي كانت حطاه. بصوا هيبان حتى ايه في المعلقه، عكس ما هي كانت حطاه ميه بس. هو كده داب، وهنسيبه شويه لغايه ما يبرد وهتشوفوا قوامه هيعمل ازاي. ولسه كمان في حاجات تاني هنحطها عليه. فانت يا ريت بقى ايه قومي كده تشجعي وجربي، لما تعملي حاجه وتنفعك في بيتك هتبقى احسن. عادي انت ممكن يكون عندك اولاد او اطفال هينزلوا يجيبولك، بس دلوقتي دي مواعين سحور وهي مش هتبيتها بصراحه، يعني هي بتحب تخلص اول باول كده، فمش هتبيتها، فمش هتوقف نفسها لغايه الصبح. وفي كتير مننا بيجي عليه سهوه وفجاه ما بيلاقيش عنده صابون في البيت، فدي حاجه كويسه. ولو وصلت لغايه المرحله دي معلش هنتعبك معانا او هتعبك معايا، حط بس لايك وكومنت حلو منك. بصوا كده يا بنات الرغوه خالص راحت، بس لسه ايه انا مش عارفه ان شايفين الدخان، هو لسه سخن، احنا برضو بنسيبه لما يبرد. الرغوه راحت خالص منه. لا بصي القوام بتاعه، القوام. طيب بصوا يا جماعه معلش انا فاكره الصوت هاجر يا بنات. بصي القوام بتاعه كل ما تسيبه بيتقل شويه، عشان في ناس بيقولوا ايه لا دي ميه لا مكلكع، لا هو والله مكلكع. هو مش هيكلكع وسهل قوي تقدروا تجربوه. يعني انا نفسي كافشل واحده في الحاجات دي هقدر اعمله باسهل طريقه، مش صعب خالص، ولا هيكلكع ولا اي حاجه، طول ما انت ايدك فيها هيعمل، ومكوناته بسيطه خالص. وبصوا هو بيتقل اهو عادي ما فيش اي حاجه، بس هنسيبه ان هو يبرد عشان نكمله. بصوا يا بنات كده كل ما يبرد كل ما بيتقل، يعني ما تخافيش منه وجربيه، مش متعب خالص وهينفعك والله العظيم. كل ما بيبرد كل ما ايه بيتقل. ده هيثم بيكلم مليكه عشان ما تستغربوش الصوت، احنا متعايشين عند امي عادي. كل ما بيبرد كل ما بيتقل، قوامه بيتقل، بس احنا بنقول يبرد عشان احنا لسه هنزوده تاني لتر ميه بمعلقه ملح كبيره هرميه، ملح كبيره، ملح اكل
ملح اكل مش ملح ليمون. بس مش ملح كوبايه ملح ممسوحه، لا هرميه عاليه. يعني المعلقه الكبيره اللي احنا بناكل بيها، مش معلقه السكر، معلقه تكون مليانه كبيره على اخرها عاليه قوي قوي. تقول لك هرم، معلقه هرم. ولتر ميه يكون سخن بقى ولا ساقع؟ لا ساقع. يعني هنحط في الاول خالص هنبشر الصابونه على لتر ميه سخن بيغلي، يكون كده غاليه في الكتل، وتفضيه وهتبداي تقلبيه بالمعلقه مش بالمضرب عشان بس الرغوه بتاعته، ولغايه ما يبدا يتقل معاكي والرغوه هتروح. هنسيبه يبرد خالص، يبرد، وهنحط عليه لتر ميه ساقع ومعلقه ملح عادي، مش ملح ليمون يا بنات، ملح عادي، معلقه كبيره مليانه مش ممسوحه، مليانه اللي هي على شكل هرم كده، وهننزل بيها وهندوبها. هندوبها كويس قوي، ونرجع هندوب الاتنين مع بعضيهم وخلاص. مفيش اسهل من كده. يعني هو نص ساعه بكبيره قوي، ساعه الا ربع، عشان ما تقولوش لا ده باظ مني او اي حاجه، باظ مني او اي حاجه. وهيبقى خلاص بس كده، هيبقى في ثواني كده خلص خالص، ومش هيعمل معاكم اي حاجه، وطريقه سهله ونقدر نجربها، وكل اللي بيحبوا يجربوها هيقدر يعمل. ادي لتر الميه، لتر الميه اهو يا بنات، الحنفيه ساعه مش سخنه. بص وريني بقى معلقه الهرم المعلقه اهي اللي هي الهرم اللي هي بتقولك عليها، المعلقه كبيره بتاعه الاكل، هتمليها كده او معلقتين، يعني مش عارفه تعمليها، هاتي معلقتين تكون ممسوحين، معلقتين ممسوحين، عارفه تبقى معلقه كبيره هرم اهي. الهرم اهو اهو. يلا هندوبه، هندوب الميه بالملح عادي. هو الملح طبعا بيدوب على طول. يلا بص اهو، اهو بصوا تقيل ازاي، شايفينه؟ ده الفلاش بس اللي ضارب فيها اهو، تقيل. هو لونه اصفر زي الصابون اللي احنا بنجيبه من بره الاصفر. وهننزل بالميه، اللتر ميه اللي هو الساقع، وعليه معلقه هرميه من الملح. بصوا شايفين سمكه؟ تقولي بصي بتاعه، بصي يا بنات، شايفين؟ باين اهو، شايفين اهو، عامل زي الجيب. شايفين يا بنات؟ هو بيتقل تاني بقى؟ بيتقل تاني عن كده بقى. ده بكره بقى ممكن لو خدت منه حبه صغيره، لو سبن بيه ولا الحاجه اللي انا محتاجاهم، هبيته للصبح وهتشوفوا بقى ايه شكله بقى ايه. بصوا اسهل طريقه ممكن تعمليها هي الصابونه البلدي، هتبشريها، وبعد ما تبشريها هتنزلي عليها بلتر ميه سخن يكون بيغلي، وبعد ما يغلي وهنسيبه ندوبي الصابونه خالص، البشر بتاعها هيدوب خالص، هنركنه على جنب يبرد، وبعد كده هننزل بلتر ميه الساقع اللي هي من الحنفيه يعني، مش ويكون ده برد. اهم حاجه الميه اللتر اللي يكون غلي برد خلاص مع الصابون. هننزل معاها بمعلقه ملح هرميه، وهيبقى دي طريقتها. وبتقولك يعني هو لسه بيتقل. بص هو لونه كده متغير، بس هو لونه يعني في الكاميرا غير الحقيقه، اللون في الكاميرا اللي هو ايه الفاتح، في الحقيقه الاصفر اللي احنا بنجيبه من بره. هي هتستخدم دلوقتي عشان بس المواعين. ده كله ما خدش نص ساعه، تقدري تعمليها بالكميه اللي انت عايزاها. وممكن اول ما تجربيها ببشر الصابونه واحده، ممكن تعملي اضعاف الكميه، ممكن اقل، براحتك. ولو عايزه طريقه الصابون هتلاقيه برده في الفيديو مكتوب عليه الصابون البلدي. لو انت عايزه تجيبيها من بره هتلاقيها متوفره في كل مكان. بس اهم حاجه اللايك بتاعك الحلو عشان ترفعي لي الفيديو بتاعي. في قنوات كتير يا بنات عاملاها وحاجات كتير، فاحنا ايه عادي يعني اللي بناخده بنجربه. وانا مش بقول لكم انا ما بتكرهها ولا اي حاجه، دي ماما شافتها وعملتها وطلعت كويسه فقالت توريها لكم. تحفه.